طول ما هو بيشتغل، طول ما هو بيعيش، حلمه إنه يكون اسم مصر يوصله لكل العالم ويحقق بيه حاجة كبيرة، مش باسمه بس لكن باسم بلده، يكون المصري ده بجد صوت لبلده. علمائنا كتير وأصوات بلدنا المشرفة أكتر وأكتر، هنعرفهم مع بعض على راديو كامت. صوت بلدنا مع أسماء سمير على راديو كامت، محطة على المحطة. أهلاً بكل مستمعي راديو كامت وحلقة جديدة من برنامجنا صوت بلدنا. صوت بلدنا النهاردة طبيب وجراح مصري عالمي، كان صوت باسم مصر في كل المحافل الطبية، وهو بيحقق إنجازاته الكبيرة في جراحات القلب. هو صاحب أطول وأنجح عمليات نقل القلب في العالم كله، وفي بريطانيا منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس، وأطلق عليه الإعلام البريطاني لقب ملك القلوب. صوت بلدنا النهاردة ابن مصر الدكتور مجدي يعقوب. اتولد الدكتور مجدي يعقوب في 16 نوفمبر سنة 1935 في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. درس الطب في جامعة القاهرة واتعلم في شيكاغو، وبعدين سافر على بريطانيا سنة 1962 واشتغل في جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد، واهتم قوي بتطوير تقنيات جراحات القلب. حصل الدكتور مجدي يعقوب على زمالة كلية الجراحين الملكية في لندن، وحصل على ألقاب ودرجات شرفية من جامعة برونيل وجامعة كارديف وجامعة لوفبرا وجامعة ميلدساكس، وهي كلها جامعات بريطانية، وكمان من جامعة لوند بالسويد، وليه كراسي شرفية في جامعة لاهور في باكستان وجامعة سيينا بإيطاليا. لما بقى عمر الدكتور مجدي يعقوب 65 سنة اعتزل إجراء العمليات الجراحية، واستمر كاستشاري ومنظر لعمليات نقل الأعضاء. وسنة 2006 قطع اعتزاله العمليات وقاد عملية معقدة لإزالة قلب مزروع من مريضة بعد شفاء قلبها الطبيعي، اللي برضو كان حطه بإيده الدكتور مجدي يعقوب. في سنة 2011 منح الدكتور مجدي يعقوب قلادة النيل العظمى، وقبلها كان باستمرار الدكتور مجدي بيزور مصر بيعمل فيها عمليات قلب مفتوح مجانا لكتير من المحتاجين وخصوصا للأطفال. في سنة 2009 قرر الدكتور مجدي يعقوب إنه ينشئ مركز لعمليات القلب في أسوان، اللي بقى مركز طبي عالمي بيزوروا كتير من المحتاجين لعمليات قلب صعبة ومعقدة من كل مكان في العالم. ويفضل الطبيب والجراح العالمي ملك القلوب دكتور مجدي يعقوب صاحب أكبر مكانة في قلوب كل المصريين والعالم كله، ويفضل صوت جميل لبلدنا يحافظ على اسمها ويرفع دايما رايتها. وبكرة معدنا مع اسم جديد وصوت جديد في صوت بلدنا. مع تحياتي أسماء سمير. كنتم مع صوت بلدنا مع أسماء سمير على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت. راديو كامت. راديو كامت، محطة على المحطة.